السلام عليكم خوتي المغاربة، خواتاتي المغربيات. كنظن بطبيعة الحال سمعتوا الخبر ديال اللاعب ديالنا إلياس الشاعر. للأسف أنه حكم عليه بالسجن في بلجيكا على ما أظن بسبب حادثة كانت تورط فيها سابقا تقريبا منذ 4 أو 5 سنوات ضد سائق حافلة كانوا في فرنسا أظن، وكانوا باغيين يمشيو يديرو كاياكين وهاديك الأمور، وتقريبا ناض صداع مع سائق الحافلة. هذا اللي كتقول هاد الجريدة الإلكترونية ماركا الإسبانية، كتقول أن الخلاف نشب بينهما، ولكن زادت الحدة ديالو، الشيء اللي جعل اللاعب إلياس الشاعري يضرب سائق الحافلة بحجرة تقريبا سببت له كسر في الجمجمة تقريبا طوله سنتيمترين أو سنتيمتران عفوا. المهم الشيء اللي خلى السيد في مستشفى لمدة طويلة، واللي كذلك تسبب في عاهة مستديمة، مبقاش يقدر يسوق الحافلة. هذه حدث وقال السيد ربما كان باقي صغير تورط فيه، الآن حكم بالسجن. وللتنبيه إلياس الشاعر كان لعب في مونديال 2022، لعب واحد المدة قصيرة مع كرواتيا. المهم خوتي المغاربة، ندعو له بطبيعة الحال بإطلاق سراح، ربما كان السن باقي صغير. كتعرف الشباب بعض المرات كيتورطوا في بعض الأمور اللي ما كيكونوش تيفكروا فيها لو يكونوا شوية ناضجين. للأسف الشديد فيرويت نذكر، طلب له إن شاء الله، نسأل الله له إطلاق سراحه في أقرب وقت. لازم الجامعة المغربية كرة القدم ولو غير طل على اللاعب ديالنا تطمئن عليه. أما هو إلا كان دار خطأ لا مفر من العقاب، وخا يكون كان صغير، لكن هذا لا يعني أننا نتخلى عنه، أو رجاء المغاربة وبطبيعة الحال الدولة المغربية والجامعة المغربية لكرة القدم تقوم بالتحسيس فيما يخص قضية هذا الشاب المغربي إلياس الشاعر. رجاء الأخوتي المغاربة ما نحتاجش نذكركم، شاركوا في القناة، شاركوا المحتوى، دقوا الجرس، لايكات كذلك، وشكرا لكم. السلام عليكم.